والبيجامات وبنطلونات البيت. دي مش بيجامه كامله، دي بنطلون بس. وبصوا الطرح التركي دي وقفنا كمان نشتري سبانخ. الكيلو ب14. وده كان اخر السوق اهو. سميد بقى. يا صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عذرا على الصوت المخنف بتاعي ده، عندي برد جامد جدا وكحه جامده جدا. بس النهارده بعد وقت طويل قوي ما كناش رايحين البازار او السوق الشعبي، فقررنا نروح النهارده وكده. لكن قبل ما نروح هنعدي على السوبر ماركت ده، هنخش نجيب منه لبن لليلى لانها ما شربتش اللبن في البيت، فهنخش نجيب منه وننطلق بقى للبازار. فالنهارده الفيديو بتاعنا هيبقى عن السوق الشعبي في تركيا. انا خدت واحد قبل كده في الصيف، والنهارده هوديكم واحد في الشتاء، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. يلا نبتدي مع بعض. دخلنا السوبر ماركت اهو، هندور على اللبن الاول. You will take Sutlu burger or not? From here. هاخد لليلى حاجه حلوه قلت لكم عليها قبل كده، بتبقى حاجه حلوه اقل ضررا للاطفال يعني. هاخد لها واحد، ما بنديهالهاش كتير، كل فين وفين عشان بتحبها. بس كده هديها لحسين يحاسب، بعد كده هنروح هيتم نشوف. احنا مش بنوريها الليلة عشان لو شافتها هتشبط فيها دلوقتي. وهنحاسب بقى. خرجنا خلاص من السوبر ماركت وعطينا الاستاذه ليلى الحاجات. طريق البازار طبعا انتوا مش فاكرينه، لان احنا رحنا زي ما قلت لكم مره واحده بس. وفي المره الواحده دي كنت لسه بقى بادئه القناه، ما كنتش عارفه اصور كويس. ما كنتش متمكنه شويه، وانا مش متمكنه قوي حتى الان. انا اسفه الموبايل وقف عشان ما فيش ميموري، فمسحت شويه حاجات وانا في الشارع كده بس كده. فزي ما قلت لكم ما كنتش متمكنه، فالنهارده ان شاء الله اوريه لكم بشكل احسن، واوريكم البازار بشكل افضل، واوريكم شوارع جديده بشكل احسن. عشان دي الشوارع مختلفه شويه، او طريق البازار مختلف شويه. طول ما انا ماشيه كده هوريكم مقتطفات من المكان، عشان الناس اللي بتحب وانا ماشيه اتكلم او اوريهم المكان. فان شاء الله اوفق في هذا الفيديو. عايزه اقول لكم ان الجو النهارده ولا ساقع ولا حر، الجو نص نص. بس كذلك تلاقوا الاتراك لابسين جاكاكيت زي ما انتوا شايفين كده. ليه بقى؟ لان الاتراك عندهم احساس غريب بالسقعه. ليلى والتيزيس تيك كير. قلت لحسين ليلى هتشوف الالعاب اللي هناك دي، فاحوز الناحيه التانية عشان لو شافتها مش هنمشي. فالاتراك بيخافوا من احساس السقعه جدا يعني. حسين من اقل حاجه في البيت، من اقل هوا داخل يقوم يقفل الشبابيك ويقفل البيبان، لو يطول يحط سفنج ما بين الحاجات الشبابيك واللي باب هيعمل كده. وكذا حد من صحابي برضو متجوز تركي بيشتكي من نفس الموضوع. فهم هنا ما دام الشتاء ابتدى بقى، الجو حر، الجو مش حر، يلبسوا هدوم الشتاء خلاص. يعني مثلا حسين لابس الجاكيت وانا لابسه كارديجان عادي جدا، مش حاسه اي نوع من انواع السقعه. لكن هنا بيحسوا السقعه بشكل مبالغ فيه يعني. احنا قربنا خلاص على شارع البازار، وانا ماشياك اهو في السكه معانا. وان شاء الله لما نوصل هناك هبدا بقى تصوير الموضوع الرئيسي بتاعنا، ويا رب يعجبكم يا رب. يلا بينا. وخلاص احنا جينا شارع البازار اهو. هناك اهو شايفين الشوادر دي، ايوه هي دي. جينا الشوارع والناس واخده شنطها وحاجاتها، وما شاء الله الراجل الكبير ده عشان نحسده بقى جايب لمراته الكبيره في البيت. ويلا نخش البازار وان شاء الله نلاقي حاجات حلوه. عايزه افرجكم البازار بيبقى عامل ازاي، وايه الحاجات اللي بتبقى متواجده فيه، واسعار الخضار. لو عرفت اصورها هصور الاسعار برضو، وان شاء الله تبقى جوله متميزه مثل جولاتي عامه يعني. جولاتي دايما متميزه. يلا بسم الله. البازار النهارده زحمه شويه. ده الاول الدخله بتاعته. بسم الله. انا اول مره اخد فيديو في البازار واتكلم كده، ببقى متوتره جدا. عايزه اقول لكم فين حسين. حسين سابني ومشي. سابني ومشي. تعالى هنا ما تسيبنيش. استنوا بقى، سامحوني لو اتلجلجت، انا مكسوفه جدا اتكلم وفي ناس كتير. شايفين بقى
بيبيعوا حاجات الاطفال. But looks like your mama sings. Ask him. هنسأله بكام ده؟ كيرك ب40. مامة حسين بتعرف تعمل الحاجات دي وما شاء الله عاملة الليلة كتير. شايفين هنلاقي بتوع خضار كتير. Your mama can do it with كيرك والله. It must be more. 5 liranıza. وعمو بتاع الأجبان والعسل. Ömrün ilacı Amerika'da 32 trilyon. Ömür bayramı sizinle. Yes, biliyorum. Yolunuzdan öylece geçseydi. Al verelim bir tane. Sonra 5 liranıza 10 lira. yürüyeceğiz, sonra döneceğiz. Ben Döneceksin. Evet. Tamam. Tamam. Bekliyorum gel. تمام. sizin desteğinizle ayağa kalktım. بيقول لي ارجعي لنا تاني، الحاجات دي اورجانيك، فقلت له ماشي ان شاء الله هرجع تاني. شايفين؟ عايزه اقول لكم الحاجات دي تقليد ماركات كبيره كمان. عايزه اقول لكم في البازار هنا خلوا بالكم من شنطكم. الاصلي بتاعه ده ب1000 وشويه. شايفين هنا؟ والحاجات الجلد دي باب. I think you need to buy something like that to you. We can see for you things. حسين محتاج حاجات من دي. شايفين البلوفرات من دي مش بيكتبوا عليها اسعار عشان تقدروا تفاصلوا فيها يعني وتتكلموا فيها وكده، فمش بيكتبوا، تقول لكم السعر اقعدوا فاصلوا بقى، فاهمين؟ وما شاء الله شايفين هنا يعني ما شاء الله عليهم في الزيتون والحاجات دي مبدعين يعني في التخليل. شايفين؟ حاجات رمضان اللي عندنا دي، الميكس ده بنحبوه قوي، بنشتري منه كده وبناكله مع الشاي او جنب الشاي او جنب القهوه والحاجات دي. شايفين الجمال؟ البرد هيموتني، مش قادره. وحاجات اطفال. You will see these things? No. وبصوا الحاجات دي بيلبسوها الناس الكبيرة هنا، الجيبات عليها الحاجات دي بيلبسوها الناس الكبيرة هنا، يعني زي حماتي وكده بيلبسوا الحاجات دي في البيت، ما بيلبسوش بيجامات زي المصريين احنا او جلاليب وكده. فهم ليهم الكاستم اللي هو زي مش يونيفورم بس ما بيقعدوا في البيت كده يعني، مش زي مثلا ماما تقعد بجلابيه او حاجه، هما بيقعدوا كده بقى هنا. ودي برضو حاجات للناس الكبيره. والتريكوهات زي ما قلت لكم هما مشهورين بيها قوي دي، يعني بيحبوا الحاجات دي جدا. ودني بصوا يا جماعه، ده زيت حبة البركة. بيحطوا الحب هنا وبيطلع من الناحية دي. So good for health, for coughing. Yes. يا جماعة حد يعرف فوائد زيت حبة البركة؟ بس اعتقد الكحة حلو كده. ب20.
is this thing inside. We can buy can back. ها؟ We can win back. We can buy it. ولما نرجع ممكن نشتري واحد. قولوا لنا ايه فوائد زيت حبة البركة. هشتري علبة صغيرة ب20. تمام. هيتم. When we back we can like that. تمام ننجز. السمك ال3 ب100 مش ال3 كيلو ال3 ب100. وده الهمسي والحاجات دي مش بولدون. حسين وقف هنا هيشوف حاجات تقريبا. You find something? They say these things are 100 and these things 130 dollars. I think some expensive. This According to the prices now? regular prices, yeah. And take بصوا الحاجات دي. أفندم؟ take fishes. Yes. الحاجات دي ب100 وب130. وده اللي اسمه القرع العسل. الكيلو ب12 مش بولدون. تعالى كده. السوق عندنا احنا في السوق في اسكندريه اسمه باب عمر باشا. اعتقد يعني مشابه ليه جدا. يعني الاسواق الشعبيه هنا كلها مشابهه لبعضها. ثانيه واحده. Hayır, palamut hayır, palamut hayır, palamut hayır. Anlamış mı? يمكن باي باي. الراجل قال لي باي باي. That's why everyone sell palamut. Bak, so much palamut everywhere. البلاموت هنا رخيص عشان كده بيشتروا بلاموت كتير. حسين بيقول لكم. Not here too. الناس هنا بتشتري بلاموت كتير. يوم بلاموتي. احنا النهارده هنعمل سمك برضو بس الهمسي. هحط لكم صورته بعد ما اخلصه. يعني ايه الدوشه دي؟ هما هنا يحبوا يغنوا. طول ما انتوا ماشيين كده هتلاقوا ناس بتغني. الفاصوليا كيلو ب14 بس الفاصوليا التركي كبيرة شوي. يعني شايفين والبيض والجبنة. الكرتونة ب65. ومنتجات الألبان الجبنات كل دي تبقى طبيعية. مفيش أي جبنات بزيوت نباتية. كل الأجبان في تركيا معظمها طبيعي. ودي من الحاجات الحلوة اللي شفتها هنا. في قطة عدت جنبي بس الحمد لله. شايفين الجبنات. يلا نكمل. ورق العنب الكيلو ب50. You'll ask here. These things is good. Çöpler ne kadar? 120 aldım. 120. I think if you can take more, it can be more discount. If you want, we can. When we back, we can check. Bak kırmızı halı. وبصوا الحاجات الهايكول دي ب50 اللي هي دي كده. والحاجات المنزلية. هو السوق ده في المنطقة عندي كل يوم أحد في واحد تاني 4 هيتم كيلو شراب. هنقف نشتري الليلة كام واحد من دول بيتلبسوا تحت البنطلونات في الشتاء واحنا خارجين في
في الشتاء وكده. Which size we will take? والشرابات النسائية العادية اهي، والأطفال. 35 lira until 7 years. 7 years. استنوا كده هشوف لها كده كذا حاجة. في حد الفيديو اللي فات كنت باخد فيديو فصورت الكرومبا، فقال لي الكرومبا عندكم حجمها كبير. عايزة اقول لكم اللي حجمها كبير دي متعبة جدا في السلق والتحضير. احنا نجيب كرومبا صغيرة. It's too small. Maybe it's delicious. والكرنبيتا. You can taste one if you want. Huh? تمام. اما ايه ده بالنص. حسين بيحب ال اسمه ايه ده الصغير ده، السفندي الصغير او اليوسفي، هنقول عليه سفندي. You want? طعمه حلو. وقفنا كمان نشتري سبانخ، الكيلو ب14. حسين فكرني ببابا الله يرحمه، كان بينزل برضو السوق وبيجيب لنا حاجات. فهو تقريبا حسين واخد صفات بابا شويه، يعني بيفكرني بيه جدا الله يرحمه. ساعات بلاش اتكلم عشان ماما لو سمعت الفيديو لقيتني بتكلم كده هتعيط، فبلاش اتكلم احسن. بس هو يعني كلكم كده ادعوا له بالرحمه وكده. ويلا بلاش نكمل احسن عشان ماما بتتفرج على الفيديوهات دي، بلاش. يلا نكمل طريقنا. وده سجق تركي معمول برضو في الصناعه، يعني اورجانيك، ما فيهوش مواد حافظه، هما بيعملوه برضو. والستاير والكفرات بتاعت السرير. الستاره دي ب200 المتر، مش ب200، لا الستاره كلها ب200، عليها خصم مكتوب عليها كده. الخامات وكده شايفين. لسه تتشيك. البنطلونات دي ب50. You can find that to home things. ب50 ليرة بنطلون الجينز. سويت شيرتس دي حلوة قوي، بتاعت البيت دي تقعدوا بيها في البيت مثلا، وعليها بنطلون اللي هو السبورتيف ده. بس خفيف قوي، خفيف جدا، مش شتوي خالص، ده عايز بلوفر تحتيه. هو حسين في النص كده بيسيبني وينطلق، وانا قايله له اني محروجه خليك جنبي، مفيش فايده، تعالى هنا. not so much we can buy. احنا عايزين نشتري ليمون عشان النهارده قلت لكم هنعمل سمك. when we back we can check. هنعمل سمك النهارده، وقلت لكم هنزل لكم الصوره بتاعته بعد ما اخلصه، وان شاء الله الفيديو ده هينزل لكم يوم الثلاث باذن الله يعني. والبيجامات وبنطلونات البيت دي مش بيجامه كامله، دي بنطلون بس، واللي انتوا بقى يكونوا جايبين تيشيرت او حاجه وتوفقوا عليهم كده يعني. ده جميل قوي وتقيل. حسين ما بيحبش الخامه دي خالص، اللي هي اللي تبقى المهير دي. جماعة الاطفال دي حلوه قوي، والبنطلونات دي كمان كده. يس نوك ده ب25 سألنا عليه. يس. والبيجامات دي اللي عجبتني، والفساتين دي عجبتني قوي برضو. لسه قدامنا شوية طريق هناك كده. ده ب35. طب استني كده اشوف الليلة حاجة. اشترينا الليلة 3 بنطلونات من اللي عليهم فرو دول. الكيسة معلش بس الكيسة لا مؤاخذة يعني، بس البنطلونات حلوة. اشترينا 3 ألوان
وبصوا حاجات البنات دي حلو قوي الجلد ده، لطيف لطيف. وده اللون ده حلو قوي برضو. شايفين الخامة تقيلة ما شاء الله، تقيلة قوي. quality is good. شايفينهم الوانهم فوق. فيات نيكدر كيوز الواحد ب200 ليرة، وممكن تنزلوه ب150. يا kız. يا ليلى الكلب، يا ليلى الكلب. وممكن تنزلوه ل150 زي ما قلت لكم. يلا نكمل. وبصوا الطرح التركي دي جميلة جدا. شايفين الشغل اللي فيها؟ والحاجات دي كمان اللي هي عاملة شبه الحراير دي. بصوا السوق خلص كده من هنا. شايفين السجاجيد دي اخر حاجة في السوق. وبعد معاناة مع الشرابات لقينا واحد بيبيع شرابات بسعر حلو لليلى. بس هنخش بقى نجيب لها كده، وتقريبا دي اخر حاجة في السوق كده خلاص. هنقف نجيب لها من هنا Things are 20. ونرجع بقى تاني الحتة دي، هنشوف نشتري خضار او حاجة. 3 yaş 4 yaş. Var abi 20 bunlar. 25 الواحد من ده. اخش اشوف انا بقى. Bak 3 yaş. Hep وده اخر السوق. هتلاقوا بتوع ذرة وسميت ولقمة قاضي هناك اهي. ده اخر حاجة خلاص، فاحنا بقى المفروض نرجع كل ده ونجيب الخضار اللي احنا عايزينه. ايه يا حسين؟ وكده خلاص خلصنا جولتنا في السوق. وليلى ما سابتناش في حالنا. حتى هتلاقوها في صورة الكفر معيطة، ما بتحبش تخرج خالص وقت النوم. بس السوق بعد كده بيبقى زحمة قوي، فاحنا كان لازم نخرج دلوقتي. بس كده. واشترينا الحاجات اللي حطيناها في عربية ليلى دي، اكترها الليلة بصراحة. استنى كده، استنى. بنطلونات وحاجات كده، ما اشتريناش حاجات كتير، بس احنا كنا نازلين عشان البنطلونات لليلى يعني اكتر حاجة. وبس كده الفيديو خلص ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.